جازوا 10 أيام على الموت تاع بابا. الصحافة قالوا عليه ماهوش محامي نقي. أنا غلقت شركة جيب وراقي للمحاماة اليوم، بصح مازال ما قدرتش نتقبل هذا الوضع. مازال ما آمنتش بلي كانت برك حادثة وخلاص، على بها لازم نتحرك وندير أي حاجة. بصح ما عنديش دليل، مانيش عارفة منين نبدأ. باينة باللي هبلت، حلفت ما نزيدش نبكي. تكونيش غبية فطني، يرحم والديك، نوض وقول لي كش حاجة. راني مدمرة كامل، نضل نخلص لك تكاليف الشومبرة الخاصة وفاكتورة السبيطار باش نسمع قصتك. انت اصلا على بالك شحال راني نخسر على جالك؟ مرت 10 أيام على وفاة أبي. وصفته وسائل الإعلام بأنه محام غير نزيه. أن أغلقت شركة جيب وراقي للمحاماة اليوم، لكنني لم أتقبل الوضع بعد. لا أصدق أنها كانت مجرد حادثة عبثية، لذا أريد أن أفعل شيئا حيال هذا، لكن لا أملك دليل. لا أعرف من أين أبدأ. لابد أنني مجنونة. قلت أنني لن أبكي. لا تكوني غبية، انهض وقل شيئا. أنا محبطة جدا. أدفع تكاليف هذه الغرفة الخاصة وفواتير المشفى لأسمع قصتك فحسب. هل تعرف حتى كم يكلف ذلك؟